هنعمل النهاردة سمك. أنا عن نفسي لما شفت الصور ريقي جري وجعت جدا. أنا أكتر حاجة بحبها في حياتي السمك. يعني بصوا، عندي استعداد إن أنا آكل كل يوم سمك، كمان لو طلع بالقرمشة وبالطعم الرهيب ده، حاجة كده خرافية. كمان أنا عايزة أقول لكم الزيت اللي قدامكم ده زيت قديم بتاع السمك اللي فات، يعني ده تاني مرة أقلي فيه. يلا نشوف هنعمله ازاي. معايا في بولة كده هنحط شوية دقيق كده بس قليلين مش كتير علشان ما يقعدش ويتكب، او على حسب السمك اللي قدامكم، يعني على حسب الكمية قد ايه. انا عملت حوالي ممكن كيلو ونص مثلا، فحطيت اللي هو ملي البتاعة دي بتاع اللي بشيل بيها الدقيق، وهحط عليها كمون وفلفل اسود وكاري وكركم. ولو عايزين يعني بتحبوا طعم الكركم فيه، هو مش هيظهر قوي بس هيدي طعم تحفة. كتروا الكركم فيه هيدي لون وطعم حلوين جدا. هننزل طبعا بمية فترة من الحنفية عادي، وهننزل واحدة واحدة لغاية لما القوام بتاعها يكون حلو كده. هوريه لكم في النهاية. طبعا عايزين تزودوا اي توابل تاني تمام مفيش مشكلة، ممكن تحطوا توابل سمك، بس انا كانت عندي بس البرطمان كان زايخ شوية فمش عارفة راح فين، فحطيت كاري وكركم وملح وفلفل اسود وكمون بس. وهنفضل نقلب كده لغاية لما القوام بتاعه يكون حلو مش تقيل، لان لو تقيل هيكلكع في السمك وانت بتقليه. هو القوام بتاعه هيكون خفيف، يعني مش خفيف قوي ومش تقيل، كريمي كده. هتشوفوه وانا بوريه لكم وانا بحط برضو فيه السمك. عايزه اقول لكم والله ان فعلا الوصفه دي انا مش عارفه كانت فين من زمان. يعني انا كنت بهدر كميه زيت في السمك رهيبه، علشان طبعا انا بحب اظبط الحاجه جدا، يعني ما بحبش الهوج الاكل كده اللي هو ايه شلوح واجري. فانا بحب ان انا اظبط الاكل جدا، فكنت بهدر كمية زيت رهيبة بسبب طبعا ان السمك بياخد زيت كتير. وكمان كل مرة الزيت بيتغير، ما ينفعش نقلي فيه تاني. ليه؟ لانه بيكون خلاص اسود والثوم واقع فيه وكل حاجة كده، اللي هو يعني بقى ايه اسود ولا يصلح ان احنا نقلي فيه تاني. اهو انا هنا كده جايبه الكاميرا عليه علشان تشوفوا ان الزيت ده هو اصلا لسه بيسخن. ان ده الزيت بتاع المرة اللي فاتت، انا طلعته وسخنته، وكمان ما بيكونش ريحته قلب البيت زي ما بيكون في السمك اللي بنحطه في دقيق ونقليه. هنا عندي السمك هو كان في الفريزر، كان باقي من غدوة قبل كده. وبرضو التوم مطلعاه من الفريزر. هو التوم ممكن تحطوا عليه يعني ملح وكمون، بس انا لا حطيت اللي هو التوم وخلاص. وهنزله كده في الخلطه اللي هي اللي وريتها لكم دي. بصوا السمك عامله ازاي عليها. انا قربت اهو علشان تشوفوها. شايفه اللي هو مش تقيله وهتكلكع في الزيت، هتكلكع جامد كمان. فاللي هو خليتها كده. بصوا بقى هتشوفوه وهو بيتقلي زي ما وريت لكم في اول الصوره. بصوا خرافي، الزيت اصلا مش بيدخن والطعم، يعني انتوا والله العظيم لو عملتوه انا متأكدة مستحيل تحطوا السمك في دقيق تاني، مستحيل. وكمان الدقيق غالي يعني، فانا برضو كنت بحب يعني بصوا الدقيق بيكون كنت بجيب كتير علشان بعمل فيه. يعني انا كان ممكن مثلا كيلو السمك ياخد اكتر من كيلو دقيق مثلا. اقصد كمية السمك اللي بجيبها تاخد اكتر من لا، لكن ده هو معلقتين يعني كوبايتين صغيرين كده زي ما انتوا شفتوني بعملهم وخلاص. والزيت بيفضل نضيف وقاعد. يعني انا باقي السمك اللي قليته ده قدامكم برضو موجود يعني المرة التانية، يعني موجود ان شاء الله. هجيب سمك تاني واعمل، لان انا طبعا من عشاق السمك. وانتوا هتلاحظوا ده معايا برضو، لان انتوا عارفين ان انا اللي متابعني من فترة برضو عارف ان انا ما بحطش فلتر على الصور بتاعتي. انا بطلعها زي ما الكاميرا بتصور بالظبط، ما بعملش فلتر ولا بفتح ولا بغمق ولا اي حاجة. ما بعملش فلتر، هو زي اللون الطبيعي هو اللي انا بعمله.
شايفين الزيت اهو، الزيت اهو زي ما انا قلت لكم ما سوتش ولا اي حاجه اهو يعني. وهوريكم كمان اخر واحده انا بعملها هتطلع لونها عامل ازاي. خليكم معايا لغايه ان شاء الله الاخر وهتشوفوا. وكمان لازم انتوا تجربوا بنفسكم، يعني لازم تجربوا اللي انا بعمله ده بنفسكم. انتوا لو جربتوا اصلا الطريقه دي انتوا مش هتعملوا السمك تاني ابدا في دقيق ابدا.